السلام عليكم، اهلا وسهلا اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوه. فكما شفتوا الفيديو السابق كانت تبريمه المغربيه بالاعشاب، ونسيت ما شاركتش معكم الطريقه ديال الاستعمال. سمحوا لي بزاف توصلوني الاسئله، بقيت كنضحك وقلت ساره يعني العقل مشالي فريمون مشالي. شاركت معكم الوصفه لكن طريقه الاستعمال ما حطيتها لكمش. المهم استسمح، هنا غادي نحكي لكم نشرح لكم يعني كيفاش البنات اللي ما كيعرفوش. ما راه كاين تقريبا المغاربه كلهم كيعرفوا، لكن كاين شي مغاربه عندنا في المغرب مغربيات اللي سولوني هذا السؤال. فاخواتي هنا كتاخذوا تقريبا على حسب يعني واحد الشخص اللي كبير كديروا 3 المعالق، 2 معالق حتى 3، 2 معالق ونص حتى 3 يعني كبار. كتخلطوهم هكا مزيان بالماء سخون. يعني فاش كتبغيو تدخلوا للحمام يعني حتى كتمشيو للحمام عاد كتخلطوهم يعني سور بلاص. فكتخلطوهم مزيان مزيان باش هذيك العناصر كلها كتندمج مع البعض ديالها. صافي طبقوها يعني من بعد ما كتكونوا سخنتوا درتوا يعني عليكم الماء، صافي درتوا الماء سخون، فكتطبقوا على الجسم ديالكم وكتستناو بها واحد المده ديال 10 دقائق حتى يعني حتى كتشربها الجسم ديالكم يعني ترتاحوا شويه وغسلوها صافي وديروا الكماج ديالكم عادي. فكتسهل على الجلده الميته باش كتحايد يعني باش كتمشي، وراه غادي تمشي بواحد الكثره يعني ما عمركم ما شفتوها. غادي غير جربوها بهذه الطريقه، خدموها على يديكم وغادي تشوفوا كيفاش يعني غادي ترد لكم الجسم ديالكم كتوحد اللون وكترتاحوا من بعد. سبحان الله من بعد الاستحمام كترتاحوا بزاف. غير جربوها وخليوها لي في الكومونتير، عقلوا على كلامي مزيان ولكن بهذه الطريقه يعني بنفس الاعشاب اللي خدمتها معكم، فراها زوينه بزاف ويعني كتعطي الفوائد ديال الاعشاب كلهم بلا ما غادي نذكرهم لكم. راه خصني 5 سوايع باش نقول لكم الفوائد كلها ديال الاعشاب اللي خدمنا بهم، فراها زوينه بزاف. غير جربوها على حسابي ان شاء الله غادي ترتاحوا عليها. المهم كاين اللي كيستعملوها من بعد ما كيكملوا الاستحمام ديالهم، من بعد ما كيديروا الكوماج بالصابون البلدي، فكيخلطوا مع كيخلطوا يجيبوا التبريمه كيديروها مع جل دوش وكيديروا عليها الماء، كيخلطوها مزيان وكيديروها على الجسم ديالهم، يطبقوها على الجسم، كيخليوها واحد المده ديال 10 دقائق ولا ربع ساعه، كيشلوا الجسم ديالهم يغسلوه بالماء صافي وكيخرجوا. يعني في نهايه الاستحمام كيديروها، ولكن انا جو بريفير نديروها في الاول، كنفضل نديروها في الاول لان غادي تقلعوا فريمون الجلده الميته مزيان وغادي ترتاحوا من بعد واحد الراحه، حتى الوجه ديالكم تقدروا تستعملوها. راه مزيانه ما فيها حتى شي حاجه اللي غادي تضركم، وجميع انواع البشره يعني تقدروا ديروها، راه ما فيها حتى شي حاجه باش غادي تخافوا. صافي اخواتي، وكما قلت لكم راه تقدروا تخدموا بها يعني وصفه اللي تجاريه ديروها بعينكم مغمضين، ما فيها حتى شي حاجه باش غادي تخافوا، ما غاديش تخسر وما فيهاش مواد حافظه وما فيها حتى شي حاجه اللي غادي تخافوا بها. فبالتوفيق حبيباتي. فهنا غادي ندوزو، هنا غادي نعصر معكم زيت اللوز وغادي نعطيكم بعض النصائح على حسب هذه الماكينه والاسئله اللي كتعاود. هنا انا درت لكم متعمده هذا الفيديو، واخا غادي نطول عليكم شويه في الهضره، ولكن انا بغيت نشرح لكم ونوصل لكم غير الفكره يعني كيفاش باش تخدموا وما تطيحوش في الاغلاط اللي طحت فيهم انا. فشنو غادي نديروا البنات؟ هنايا كاين هاد الماكينه، راه واخا كتشوفوها هكا راه ضروري بعض الحوايج يعني بعض البذور ما كيتعصروش فيها بسهوله، بحال اللوز مثلا. هنا انا درت وحداكم وشتو الماكينه راه ما كانتش كتعصر، يعني كتعصر ثقيله، راه ما كتعصرش بسهوله اللوز. علاش؟ اللوزه ما كتفوتش فيها بسهوله، وراه شريتها بثمن اللي هو غالي، يعني ماشي شي ثمن اللي رخيص. غادي يعني جايه لكم في الهضره باش تفهموني اكثر. فاش كان نهرمش اللوز اولا بعض البذور الاخرى كنهرمشها هكا بهذه الطريقه بسهوله كتعصر. فعوض ما غادي ديروا اللوزه مجموعه وغادي تعصرها لكم في 5 سوايع ولا 4 سوايع باش تعصر لكم كيلو، راه غادي تهرمشوا هكا، راه تقدري يعصر لكم في نص ساعه يعني كيلو. تحصلوا على الزيت ديال اللوز في نص ساعه يعني الكيلو. لكن الا درتوها صحيحه اللوزه هكذاك راه ما غاديش تعصرها بسهوله وغادي تبقاو تما النهار كله، وكل ساعه غادي تبقى تبلوكا لكم الماشينه. المهم البنات، هذه الماكينه قبل ما تستعملوها ضروري تسخنوها 10 دقائق، المده ديال 10 دقائق مكتوبه في الماشينه، هذه مكتوبه فيها اللور، يعني هذه ضروري منها. ماشي تشعلي الماشينه وترمي فيها البذور، ما عمرها ما غادي تخدم لك، راه غادي تبلوكا لك. فضروري كتسخنيها. وكاين بعض البذور اللي ما كتعصرش على البارد، واخا حنا عارفين الزيوت والفوائد ديالها الا تعصرات على البارد، ولكن راه كديري يعني ضروري كتهبطي لها شويه، تهودوا لها من السخانه، يعني كديروها دافيه. فباش كتعصر لكم مثلا الكوك راه ما كيتعصرش على البارد مستحيل، غير كديروها دافيه لان الماشينه كتبلوكا. راه بزاف تاع البنات ما عمرهم ما عصروا بالماشينه، عندهم الاله ما كيعصروش بها لان الكوك ما كيعصروش بها، الكوك كيتبلوكا لهم. علاش هذا الشيء؟ لان الماشينه خص تدفى مزيان، اولا تسخن مزيان. نهضر لكم بخصوص الكوك، سيرتو الكوك.
هذا الشيء اللي كيوقع مع بزاف ديال الناس. كتبلوكا الماشينه، علاش ما كتسخنش؟ خصها تسخن مزيان وديروا الكوك داك اللي فيه الزيت، الكوك اللي اللون ديالو ذهبي، ماشي داك الكوك اللي بيض، راه ما عمره ما غادي تعصر لكم في هذه الاله. كديروا اللون اللي ذهبي وكيكون مزيت، فاش كتخدشوا فيه هكا بيديكم كتحاديو هكا كديروا ما بين صبعكم كيكون مزيت، فهذا هو اللي كيتعصر لكم في هذه الاله. صافي كتنقصوا لها من الحراره، كتخليوها دافيه. اللي عنده بخصوص الناس اللي عندهم الاله كتطلع وتهبط الحراره، تطلع وتنزل الحراره، لكن الناس اللي عندهم الاله كتخدم يعني مباشره ما فيهاش الريغلاج، فراه هذيك اكيد غادي تكون تعصر على السخون، فراه غادي تعصر لكم غير دايما الكوك. اختاروا لي مزيان. هذه بخصوص الكوك. بالنسبه للقرقاع، اللوز، الكاوكاو، عندنا بزاف تاع الحوايج. غادي مهم نفكر شي حاجه، غادي نقول لكم بزاف تاع البذور اللي خصنا ضروري نهرمشوهم من الاحسن باش تربحوا الوقت وتحافظوا على الاله ديالكم. يعني راه الا درتو فيها هكذاك ديك البذور صحيحه راه غادي تقدر تعصرها لكم، ولكن بصعوبه. ما تطيحوش في نفس الاغلاط البنات، وما تخرجوش على الماشينه ديالكم، ما تهرسوش الالات ديالكم، شيتوهم بالفلوس. ويعني حاولوا عليهم وحافظوا عليهم وغير بشويه. خليو الاله تخدم. هاد الاله راه واخا تخدم حتى 24 ساعه ما غاديش تسخن ولا تطفى ولا نهائيا، ولكن نتوما حاولوا عليها كل جوج سوايع 3، خليوها ترتاح شويه واحد المده ديال ساعه، عاوتاني شيلوها. علاش؟ باش تطول معكم الماشينه وتبقى معكم مده طويله. سمحوا لي مره نقول الماشينه، مره الاله، مره نقول الماكينه، كل مره كيفاش كنقول لها. المهم كنهضر على هاد الاله اللي كتعصر الزيوت. فبالنسبه شنو اخر البنات، سولتوني منين خديت هذه الاله. انا هذه الاله خديتها من علي اكسبريس، قلتها لكم في بزاف تاع لي فيديو جاوبتكم على هذا السؤال. من علي اكسبريس خلصت فيها 400 اورو، وخلصت من بعد الديوانه وصلتني شي 200 اورو ديال الديوانه، 180 ما بين 180 200 اورو ديال الديوانه هذه. ما تشروش من علي اكسبريس. علاش؟ كتجيكم الديوانه سيرتو دابا مانيش عارفه واش مازال دايرين يعني في كل دوله فيها يعني ليفغيزون ديال كدومانديها من علي اكسبريس. انا مانيش عارفه فين هو المقر ديالهم، لكن اللي عارفه انها جاتني من الشينوا. هاد الاله جاتني من الشينوا من بعد خلصت الديوانه ديال اوروبا. لكن امازون، على اللي سمعت، امازون الا كومونداتيها من عند امازون مثلا ديال بلجيكا ولا فرنسا، الدوله اللي انت فيها، ما كتخلصي لا ديوانه لا حتى شي حاجه. دونك راكو رابحين هذيك الديوانه، فلوس الديوانه. البنات اللي باغيين عندهم مثلا 3000 عندهم سمحوا لي 1500 درهم 2000 درهم، كتقول لك بغيت نشري واحد الاله. انا نصيحه ديالي كنصحك، يعني انا لو كنت في بلاصتك ما غاديش نشريها، غادي نصبر حتى غادي نجمع واحد الفلوس تاع 3000 درهم ولا 4000 درهم ونشري اله اللي زوينه وتعصر لي مزيان. ها نتوما هذه راني خديتها، قلت لكم الثمن شحال باش خديتها، ولكن كنطيح في هذه المشاكل. يعني راه ماشي اله اللي هي سوبر غادي ترميو فيها كلشي وغادي تعصر، لا ما غاديش تعصر لكم كلشي. لكن ردوا بالكم، جمعي الفلوس، زيدي صبري واحد 3 شهور ولا 4 شهور وشري اله اللي هي زوينه، يعني واحد الاله اللي تعصر لك كلشي ويعني وتكون مزيانه. راكو شفتوني كل مره كنخدم بالمعلقه، علاش؟ باش كنعاونها باش كتهبط البذور بسرعه وتعصر لي، يعني كنساعدها. لان الا ما درتولهاش هكذاك غادي تبلوكا لكم، صافي توقف ما غاديش تخدم حتى تمشيو تعاونوها بالمعلقه، عاد غادي يهود شي حاجه ديال اللوح. المهم صافي البنات، هذه هي الزيت اللي حصلنا عليها. كيلو ديال اللوز حصلت على 400 مليلتر ديال الزيت صافيه، 400 مليلتر كما كتشوفوا هنايا. وهذيك الزيت اللي عندي تما في الغرف كما كتشوفوا، هذيك زيت ارغان كنت عصرتها وصفيتها وارتاحت مرتاحه. هذيك كنت عصرتها هذه شي تقريبا 2 سيمانات. صافي اخواتي كما كتشوفوا هنايا، هاي الزيت كما كتشوفوها معايا 400 مليلتر صافيه، وهنا ما خليتها لا ارتاحت لا والو. يعني من بعد ما عصرتها مباشره راني جبتها ودرتها قدامكم. هذيك التخت ما فيهاش بزاف، داك التخت اللي كيبقى ديال البذور، يعني مباشره جبتها حداكم كما كتشوفوا. يعني تقريبا 400 صافيه، عادوا زايده شويه 410 مليلتر ولا. صافي اخواتي هنايا بالنسبه للزيت باش تحافظوا عليها واحد المده ديال ما بين سنه حتى لسنه ونصف، ضروري الزيت من بعد ما كتعصروها كتزيدوا فيها فيتامين او. فيتامين او اللي كتشريوه ماشي لي كابسول، كتشريو كتقولوا لهذاك لا فارماسي او لا اونلاين، فاش كتشريو كتقلبوا على فيتامين او اللي كديروا به لو برودوي كوزميتيك، يعني ضد مضاد للاكسده. هو فيتامين او ماشي ماده حافظه، هو مضاد للاكسده. كنديروه في الزيوت، مادام الزيوت ما عندناش فيهم يعني شي خلطه اللي فيها الماء، فكنديروا غير فيتامين او راه كافي. يعني ما عندناش شي برودوي خدمناه بالماء. دابا غير الزيوت ضروري نديروا فيتامين او باش هكا تبقى معنا واحد المده، نحافظوا عليها واحد المده ما بين سنه حتى لسنه ونصف، كتبقى صالحه معنا وما كديرش ديك الريحه خايبه وما كتخسرش الزيت، كتبقى مزيانه. صافي هنا كنعمرها في هاد القريعات كما شفتوا تبارك الله. راه هاد القريعات كيهزوا 30 مليلتر، راه فيها تبارك الله واحد الكميه اللي هي كبيره. وعمرت
قلت لي تبارك الله ما شاء الله. غادي تشوفوا هنايا القريعات ما شاء الله واحد 6 ولا 7 ديال القريعات كبارين. فراهم يعني 400 مليلتر ديجا راها مزيانه، يعني راها كافيه. يعني كيلو اللي بغيت نقول لكم، كيلو ديال اللوز راه كيخرج واحد الكميه لا باس بها. اخواتي اللي ما عندكمش الماشينات وبغيتوا تخدموا في هذا المشروع، فكما كنقول لكم دائما، والبنات اللي كيدخلوا عندي للرقم ديالي، فتقدري تخدمي كما خليت لكم واحد المره واحد الفيديو هذه شحال ديال الزنجلان كيفاش استخرجت منه الزيت وغير بيديا. فتقدري ديري نفس الطريقه اللوز اولا الزنجلان، كتخرجي الزيت ديالو غير بيدك ماشي مشكل. يعني كتبقاي تعجنيه، غير تفرجوا لهذاك الفيديو كتبقاو تعجنوه بواحد الطريقه اللي سهله. يعني كتعطيو شويه ديال الوقت شويه نتاع الخاطر فكتستخرجوا منه الزيت. يعني وراه نفس الزيت، غير زعما باش تبداو المشروع ديالكم. البنات اللي ما عندهمش يعني الماده حاليا، يعني ماشي في المستطاع باش يديروا يشريوا واحد الاله، فتقدروا ديروا ديك الطريقه ديال تستخرجوا الزيت بيديكم وكتخدموا بهم لي برودوي، يعني الكليانات ديالكم باش كتبيعوا المنتوج ديالكم. وان شاء الله ربي يوفق الجميع والله يسخر للجميع. هنا كما كتشوفوا غادي نعمر هذوك القريعات كلهم، وهنا راني ضفت فيهم الفيتامين او ما بين يترو ديال الزيت. يترو كتضيفوا فيها 8 ديال النقيطات ديال فيتامين او. يترو عندنا ديال الزيت يعني يترو كامله صافيه، فكنضيفوا فيها 8 ديال النقيطات ديال فيتامين او باش هكا نحافظوا على الزيت ديالنا ما تخسرناش ونحافظوا عليها مده اللي هي طويله. كنعاود لكم اخواتي علاش كنعاود الهضره ما كيعجبنيش نعاود الهضره، بصح كنعاود لكم لان الاسئله كتكرر نفسها عندي في لي فيديو، نفس الاسئله كتكرر. بغيت كلشي يستافد وما كرهتش نعطيكم جميع النصائح دقه واحده باش هكا كلشي يستافد وبلا ما تعاودوا تسولوني. كلشي يمشي يطبق الوصفه ان شاء الله يا ربي. علاش لا عندك كنضحك معكم، سولوا اللي بغيتو سولوا. غير البنات بغيت كلشي يستافد المهم، ويكون هاد لي فيديو ديالي اللي كنشرح فيهم يعني يكونوا مفيدين لكم وطبقوا داكشي كما هو. راه ما كنضحكش عليكم ولا كنعطيكم شي حاجه اللي مقلوبه، راه كنعطيكم غير داكشي اللي قريتو انا واللي كنعرفو يعني بصح ماشي كذوب ولا جبتو من راسي ولا جبتو بشي وصفات اللي غير مخربقه ولا صافي. اخواتي هنا غادي نكمل نعمر القريعات ديالي وغادي نخليكم المهم مع الفيديو تفرجوا. بغيت نهضركم على الدوره اخواتي. البنات اللي التحقوا بالدوره مرحبا بكم، ونتمنى لكم يعني مسيره موفقه ان شاء الله، وتاخذوا لي ديبلوم ديالكم وتخدموا بهم ان شاء الله، ديروا مشاريع ديالكم، فالله يوفق الجميع يا ربي امين. والبنات اللي بغاو يلتحقوا بالدوره فمرحبا بكم. غادي نخلي لكم الرقم ديالي هنايا، تقدروا تسجلوا يعني في الدوره، راه متاحه للجميع. سيدات اخوات متزوجات عندكم وليدات خدامين على برا ولا غير في ديوركم، فتقدروا تقراو. راه الدوره كتكون اونلاين، المده ديالها شهرين، كتاخذوا شهاده في نهايه الدوره. الدوره محاور ديالها زوينين، مخلطه يعني فيها كل شيء، فيها تقريبا كل شيء. يعني اللي بغيتو تعرفوا على هذا المجال راه غادي تقراو في الدوره. الدوره اللي هي زوينه، الاستاذه الله يعمر ليها الدار، واحد الاستاذه الله يعطيها الصبر معنا وصافي. واحد الاستاذه ما نقدرش نهضر لكم عليها، الحمد لله يا ربي زعما طحنا في هذه الانسانه، ربي لقانا معاها، عندها الصبر كبير وكتعطي من قلبها وما كتبخل علينا حتى بشي حاجه، لا عليا ولا على التلميذات ديالها. الواحد اللي سولها شي سؤال كتعطيه له يعني كتجاوبك باش كتقنعك يعني بالسؤال يعني بالجواب، كتبغي توصل الفكره كما هي واكثر، كدير اكثر من جهدها يعني تعطينا من وقتها بزاف. يعني واخا من بعد الدوره راه معنا دائما في الجروبات، كنسولو كتجاوب اي حاجه حصلنا فيها، راه دائما معنا. الله يعمر ليها الدار والله يعاونها ويسهل عليها كما سهلت علينا شحال من حاجه ونفعتنا في شحال من حاجه الصراحه. الله يعطيها الخير ونتمنى التوفيق للجميع. فاللي مهتمه بالدوره مرحبا بكم اخواتي، غادي نخلي لكم الرقم ديالي هنايا، تواصلوا معايا ونزيد نشرح لكم اكثر وتقراو المحاور ديال الدوره. ومرحبا بكم، ما تنساونيش بلايك الى عجبكم فيديو، باشتراك في القناه. شكرا لكم بزاف، وبارطاجيو الفيديو مع الاخوات والاصدقاء ديالكم اللي مهتمين وكيعجبهم هذا الشيء الطبيعي طبعا. شكرا لكم، الى اللقاء ان شاء الله، نلقاكم يا ربي في واحد الفيديو جديد وتكونوا في احسن حال. السلام عليكم.